وليد الرجراجي، اليو سيسيه، عبد الحق بن شيخة، 3 مدربين كبار جدا ومحترمين جدا جدا، ولكن من منهم سينال جائزة أفضل مدرب في إفريقيا؟ مفاجأة في حلقتنا النهاردة، وانفراد من سيحسم هذه الجائزة، وأيضا الثلاث منتخبات المرشحين لنيل جائزة أفضل منتخب إفريقي: المنتخب المغربي، المنتخب السنغالي، المنتخب الجنبي أو غامبيا. فجوائز هم تعتبر أكبر جائزتين، فهنسلط الضوء عليهم في حلقتنا النهاردة. تفوق مغربي واكتساح مغربي لكل هذه الجوائز والحفل الافريقي الرائع اللي بيقام في مدينة مراكش يوم الاثنين المقبل تقريبا. طيب ايه يا عم الانفراد؟ وليه اللي مخليك متأكد قوي ان وليد الرجراجي هيربح هذه الجائزة؟ لسبب بسيط جدا جدا. ما فعله وليد الرجراجي مع المنتخب المغربي كفيل انه يعطيه هذه الجائزة. طيب هل هذه الجائزة تكون من نصيب المدرب صاحب الانجاز فقط؟ لا والله ابدا، والله العظيم كمان مرة لا. ممكن البعض يحتسب ان وليد الرجراجي هيربح هذه الجائزة لسبب انه وصل المربع الذهبي لكأس العالم مع منتخب بلاده المنتخب المغربي، ولكن ابدا والله، عمر المعطيات ويعني الارقام ما كانت بتحسم بهذه الامور لسبب بسيط جدا جدا. عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة مرشح لجائزة افضل مدرب، وفريق اتحاد العاصمة مش مرشح لجائزة افضل نادي في افريقيا. افضل نادي الجائزة مرشحين الوداد وصن داونز والاهلي، فمش مقياس. لو كانت مقياس كنا رأينا اتحاد العاصمة مرشح. طيب امال ايه المقياس لحسم الجائزة؟ بص يا سيدي، اول حاجة لما بنيجي نحلل الامور كده بنشوف هذا المدرب ماذا قدم من ادارة فنية واضافات ويعني شغل تكتيكي، ومن واجه مين برضه. ما هو المدرب ده معلش لما يكون محلي وبيواجه فرق محلية ومنتخبات محلية، او مواجهش منتخبات كبيرة وما عملش ارقام، يبقى ما نقدرش نحكم عليه، ما نقدرش نعطيله الاولوية. وده اللي وليد الرجراجي بيمتاز بيه. واحد زي وليد الرجراجي واجه منتخب بلجيكا، واجه كرواتيا، واجه منتخب اسبانيا، واجه البرتغال. وعلى فكره انا هنا مش بتكلم على منتخبات عاديه، انا بتكلم على منتخبات عالميه يا جماعه، منهم اللي محقق المونديال، منهم اللي رابح المونديال وله تاريخ كبير جدا جدا. فانا مش بتكلم على منتخبات عاديه، عشان البعض يعني ممكن يقول المنتخب المغربي ايه يعني وصل للمربع الذهبي؟ ما عندنا اليو سيسيه فاز بجائزة كأس الأمم الأفريقية، ما ياخد هو الجائزة أفضل مدرب. لا، أنا بأكد لكم، لا اليو سيسي هياخد جائزة أفضل مدرب في إفريقيا أو أفضل مدرب إفريقي، ولا منتخب السنغال هياخد جائزة أفضل منتخب إفريقي. مفيش الكلام ده خالص، مع احترامي لحضراتكم يعني، أو الناس اللي بتفكر إن بطولة كأس الأمم الأفريقية أغلى من أي إنجاز في كأس العالم. لا. البعض ممكن يسخر او يقلل من المنتخب المغربي ان هو لديه بطولة وحيدة من كأس الامم الافريقية وقديمة جدا جدا. يا حبيبي المغرب عمل اللي انت مش هتقدر تعمله واللي انت مش هتعرف تعمله، واحنا محتاجين تقريبا قرن، 100 سنة عقبال ما يجي منتخب عربي او افريقي يكسر انجاز ورقم المنتخب المغربي في المونديال. اعتقد 100 سنه قليل، 100 عام قليلين جدا. انا ما افتكرش ان في منتخب هيقدر يعمل نفس اللي عمله المنتخب المغربي ده. فمحدش يجي يقول لي المنتخب المغربي في افريقيا مش كويس او في افريقيا مش حلو. انت عايز ايه من افريقيا؟ معلش منتخبات محليه كلها ومنتخبات مع احترامي ليها منتخبات متواضعه. انت تواجه البرتغال، تواجه اسبانيا، تواجه بلجيكا، تواجه كرواتيا، وتتغلب على كل دول وتحطهم في جيبك، والعالم كله يشيد بيك ويشيد بالمدرب ديالك ولاعبينك، وانت تيجي تقول لي المغرب عندها بطولة واحدة من كأس الأمم الأفريقية؟ فما لا معلش، أنا واحد كمصري يعني منتخب مصر عنده 7 كأس أفريقية، 7 بس. تيجي تسألني أنت راضي مبسوط؟ هقول لك لا، أنا عايز أي إنجاز في كأس العالم. كأس الأمم الأفريقية عمره ما كان إنجاز أو مش حاجة كبيرة مثل المونديال. المونديال حاجة تانية. وانا بالمناسبة ما بعتبرش التأهل للمونديال انجاز، وصولك وبلوغك للمونديال ليس انجاز.
بالعكس ده كارثة لو انت ما وصلتش، فضيحة لو انت ما وصلتش المونديال. الانجاز هو انك مش بس توصل للمونديال، لا، انك تحقق ارقام، تعمل معادلة، تصعد من دور المجموعات، وده بنعتبره اقل انجاز. بعد كده دور ال 16، دور الثمانية، ما بالكم بالمنتخب اللي وصل للمربع الذهبي، المنتخب المغربي. لا، وليد الرجراجي يستحق، لانه اضاف كتير للمنتخب المغربي، وواجه خصوم قويه على عكس اليو سيسي، على عكس عبد الحق بن شيخه. كتير بيتساءل يعني معلش، هو ليه اليو سيسي ما يكسبش؟ انا بقول لكم مش هيكسب لسبب بسيط جدا يا جماعه. السنغال ودعت المونديال بدري. بصمه اليو سيسي كلها محليه او قاريه، بس بصمه وليد الرجراجي عالميه، والصحف العالميه كلها تغنت بطريقه لعب واداره الاداره الفنيه ديال وليد الرجراجي. فمن الصعب ان اليو سيسي يفوز بيها، من الصعب ان يعني الجائزتين دول، افضل منتخب وافضل مدرب، يخرجوا بعيدا عن المغرب. لا، الحسم مغربي وانا متاكد من ده. واللي متاكد يثبت لي تواجده في التعليقات، ويعمل لايك وبرتاج لهذا الفيديو، وتابعوني عشان يوصل لكم كل جديد. معانا تغطيه جامده، وعندنا كلام كتير عن هذا الحفل الرائع اللي فيه اكتساح مغربي لجوائز تانية كتير، لاعبين وحراس وكرة قدم نسائية، وبصوا يعني دلع وحفل رائع في مدينة مراكش يوم الاثنين المقبل. انتظروني وتابعوني، اعملوا سبسكرايب وتابعوني في قناتي وصفحتي، اخوكم هيما الجندي، عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش تعملوا لايك لهذا الفيديو. تحياتي ليكم، سلام.